فضيحة جديدة في الدوري المصري. الزمالك مع أوسوريو، مصير التعاقدات بعد حل اللجنة الفنية. مرتضى منصور يكشف تمرد هذا اللاعب. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة هنتكلم في 4 مواضيع مهمين جدا. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول موضوع هنتكلم فيه هو فضيحة جديدة في الدوري المصري. الأهلي يفوز بالتحكيم والاحتواء. فجور تحكيمي من حكم المباراة الغندور. هدف النادي الإسماعيلي صح 100%. وبعدين بيحسب هذا الهدف ضربة حرة على الإسماعيلي. الدوري يعتبر دوري فاسد بكل صراحة، دوري حكم ظالم. الإسماعيلي بيصارع على الهبوط، يعني كل هدف له مهم جدا. الفار كمان كان فاسد النهارده لانه ادى رؤيه للهدف اللي جابه الاسماعيلي بطريقه خطا، اداله ان هو يشوف بطريقه خطا، والفار ما عرفش ياخد القرار فندى الغندور من قبل ما يروح يشوف الفار كان هو واخد القرار ان هو مش هيحسبه هدف. اليوم كان اخراج فاسد، اليوم كان تحكيم فاسد. المعلق نفسه ايمن الكاشف ده راجل فاسد كمان في كل كلامه وتعليقاته، راجل مستفز جدا. التصوير كان سيء جدا. الاهلي كسب النهارده بالاحتواء. الجماهير نفسها شتموا الاسماعيلي بطريقه سيئه جدا. فين لجنه الانضباط؟ فين الاخلاق؟ منظومه فاسده فعلا. عدلي القيعي قالها ان في بطولات بتحسم خارج الملعب، فعلا بتحسم خارج الملعب. بكل هذه الأخطاء وعدم العدالة أصبح أسوأ دوري في الوطن العربي. يوجد 3 أخطاء في المباراة. الهدف الإسماعيلي هو هدف 100%. الأولاني ضربة جزاء على محمد عبد المنعم لصالح مدبولي، الحكم طرمخ على الموضوع ونسى وكأن ما فيش أي حاجة خالص. محمد الشامي انفرد مع حارس المرمى محمد الشناوي، قالوا ديانج بيوقعه بيديله كارت اصفر مع انه هو لازم ياخد كارت احمر، يجب انذاره بكارت احمر. الاهلي كمان عمره ما كان بيلعب في الاسماعيليه، لازم يروح يلعب في الاسماعيليه علشان العدل وعشان المساواه في الكره المصريه. اتمنى ان الاسماعيلي يخرج من هذا المأزق اللي هو فيه، وباذن الله ربنا هيكرمه، وباذن الله الاسماعيلي هيبقى في الدوري المصري. ده بالنسبة لموضوع النهاردة، كان موضوع مستفز جدا بصراحة وحاجات استفزازية جدا. المباراة كانت مستفزة جدا، جون ما يتحسبش، بلانتي ضربة جزاء ما تتحسبش، كل حاجة في المباراة كانت عبارة عن تصوير سيء، مذيع سيء، فار سيء، حكم سيء، ما كانش فيه أي حاجة خالص كويسة النهاردة. الموضوع الثاني اللي هنتكلم فيه هو أوسوريو. ايه هي انتاجه مع نادي الزمالك؟ هو لعب 12 مباراة، كسب 9، تعادل مباراتين، خسر مباراة. اجمالي النقط اللي حصل عليها 29 نقطة من اجمالي 36 نقطة، يعني معناها ايه؟ بنسبة 81% من النقط اللي هو دخل فيها، اللي هي كانت متاحة. سجل الزمالك 27 هدف، دخل مرمى 12 هدف. 12 هدف بسبب الدفاع والفجوة الموجودة اللي هي ما بين الدفاع وخط الوسط. بإذن الله مع الدفاع الجيد بإذن الله مش هيخش أي إجوال أو أهداف تانية في نادي الزمالك، ولكن كإجمالي من 12 مباراة أوسوريو يعتبر مميز جدا مع نادي الزمالك. الموضوع اللي هنتكلم فيه تاني هو ماذا بعد حل اللجنة الفنية في نادي الزمالك؟ كشفت تقارير من داخل نادي الزمالك عن مصير صفقات نادي الزمالك الجديدة عقب قرار اللجنة الفنية المعروف ان مرتضى منصور قام بحل اللجنة الفنية. ليه؟ لان خالد الغندور قام بكتابة اخبار تخص اللجنة الفنية في حسابه الخاص اللي هو في الفيسبوك، ولذلك بيتساءل الكثير عن مصير التعاقدات ديت. مين اللي هيقوم بتعاقدات عقب حل تلك اللجنة؟ مصدر أكد من الزمالك أن مرتضى منصور قرر أن يتولى بنفسه هذا الملف وحسم تلك التعاقدات في الموسم
المقبل. يعني مرتضى منصور هو اللي هيقوم بالتعاقدات في الموسم المقبل، وانا بعتبر دي خطوه ايجابيه جدا، لانه المستشار مرتضى عنده قدرات فائقه في انه يخلص اي صفقه لنادي الزمالك. الموضوع الثاني اللي هنتكلم فيه هو طلب من مرتضى منصور. اكد كمان مرتضى منصور ان نادي الزمالك بيجهز خطاب لتقديمه للاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف للمشاركة في بطولة دوري ابطال افريقيا، ده في حالة ان الزمالك اصبح فين؟ في المركز الثالث في الدوري المصري. لو هو كسب فيوتشر هيبقى في المركز الثالث. وارجع هذا الى غرار ما حدث مع الاهلي في الموسم الماضي، حيث ان الاهلي هو كمان خد المركز، كان واخد المركز الثالث وشارك في دوري ابطال افريقيا، ولهذا سنتقدم بطلب للكاف. المعروف طبعا ان الكاف ملوش دعوه بالموضوع ده خالص. المعروف ان الاتحاد المصري هو اللي بيدي للكاف مين اللي هيروح دوري ابطال افريقيا ومين اللي هيروح الكونفدراليه. فده اعتقد ان هذا الطلب من المستشار مرتضى منصور ملوش اهميه ولا له اي قيمه، لان هو الاتحاد المصري هو اللي بيقرر مش اي حد تاني. الموضوع بقى الاهم اللي هنتكلم فيه هو الزمالك وكمان الزمالك بيشتكي رسميا من سيف جعفر ويوسف اسامه نبيه بسبب انقطاعهم من التدريب. والزمالك بيعمل كده ليه؟ علشان يضمن الى حقوقه. الموضوع المهم جدا اللي احنا هنتكلم فيه هو امبارح المستشار مرتضى منصور كان بيتكلم في فيديو في التلفزيون على لاعب كبير، بيقول اللاعب اللي بيتمارض ومش عايز يلعب انا جايبك ب2.5 مليون دولار، ايام ما كان الدولار ب16 جنيه، ولاعب كمان من عندي ب5 مليون جنيه، وعندي المحضر اللي اتعمل في برج العرب في الفندق، عايز حاجة تاني؟ مش عايزين تنطيط. ولما اكون جايبك ب32 مليون جنيه وجاي دلوقتي تقول لي انا عايز امشي، وجاي لي عرض ب300 ألف دولار، دول تبلهم لمؤاخذة وانت عارف نفسك. طبعا مين هو هذا اللاعب اللي المستشار بيتكلم عليه؟ يا ريت حد يبقى يكتب لنا تحت مين هو ده اللاعب، ولكن انا برضو هكلمكم على مين هو اللاعب. نفهم من الفيديو ده ايه؟ ان في لاعب بيتمرد. اللاعب ده هقوله لكم اسمه محمد عواد. مين اللاعب اللي راح في صفقة محمد عواد؟ هو احمد مدبولي زائد 32 مليون جنيه، يعني 32 مليون جنيه، واحمد مدبولي كان ب5 مليون جنيه، يعني اصبح الاجمالي 37 مليون جنيه دفعهم الزمالك الى نادي الاسماعيلي علشان ياخذ مين؟ ياخذ محمد عواد. مرتب محمد عواد هو اول سنه 15، ثاني سنه 16، بعد كده ثالث سنه 17، والسنه اخر سنه 18 مليون جنيه، وبعدين ديت من غير نسبه مشاركه. واخر موسم اللي هو المقبل ده هيندفع له فيه 18 مليون جنيه. هذا بالنسبه لموضوعنا النهارده. الف شكر يا جماعه على انكم استمعتوا لي للفيديو، واتمنى منكم انكم تعملوا لي لايك وشير، واقدر اقول لكم كده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والف الف شكر على انكم استمعتوا لي.